شنو هي الطريقة الصحيحة اللي تجاوبون بيها بالامتحانات بحيث امتحان الفيزياء يصير عندكم اسهل من الاسلامية؟ تعالوا وياي. اول ما تستلم ورقة الامتحان اقلبها على ظهرها واقرا بقلبك دعاء او آية الكرسي او سورة الفاتحة، وخذ نفس على مود يروح التوتر والخوف عندك. هسه تجي على الاسئله وتقراها سؤال سؤال، لا تقرا الاسئله كلها، لان اخاف لا سامح الله لقيت لك سؤال ما تعرفه راح يوترك ويخليك ترتبك وما تجاوب بشكل صحيح او تنسى. هسه نجي نجاوب السؤال السهل بالبدايه ونعوف الصعب بالاخير. يعني السؤال الاول سهل اجاوبه، صعب اعبر على الثاني وبعدين ارجع للاول، ارجع على الثاني، سهل اجاوبه، صعب اروح للثالث بعدين ارجع على الثاني، وهكذا. صفنتك بالسؤال لا تخليها تطول، يعني وصلت السؤال ما تعرفه اصفن دقيقه، شفت نفسك ما جاي تتذكره وما جاي تعرفه عوفه عبر على غيره، بعدين يجوز بنهايه الامتحان ترجع تتذكره. قبل لا اسلم ورقه الامتحان لازم اراجع اجوبتي، حتى لو القاعه فرغت وبقيت بس اني ما طول اكو وقت للمراجعه اراجع على مود اخافك سؤال ناسي او سؤال كاتبه غلط ارجع اجاوبه. وبس هاي، لا تنسون تتابعوني وانضموا الى قناتي مسجاتشا بالتليجرام، وهواي اسئله ونصائح للامتحانات راح انزلها لكم ان شاء الله، وان شاء الله كل التوفيق.